مقاولات إعلامية عملاقة كتمتص خزائن الدولة من الدعم العمومي، وأصبح أربابها من الأثرياء في المغرب دون حسيب أو رقيب. التهمت الملايير من أموال دافعي الضرائب. النتيجة الترويج للتفاهة، التطبيع مع منطق الفضيحة، والتشهير وتقويض قيم مغربيت وهدم الأسرة. وآخر مثال هو واحد الموقع لأكبر فرقشي إعلامي في المغرب أصبح مختص في ترويج التفاهة. شنو دار روبورتاج اللي راه واحد السيد اللي غادر ولادو مشى نحو إسبانيا، تحول جنسيا الى هذا الحد. حنا ما كندخلوش، ماشي شغلنا في هذا الشيء، هذه حريه فرديه، ولكن انا كنحاسب الموقع الشهير بالفضائح اللي تبعوا حتى لاسبانيا لاجراء استجواب معه. اسمح لي السيد رئيس الحكومه، الدعم المقدم مقابل خدمه عموميه، ماشي الضرب في القيم المغربيه. ونجيبوا قاصرين نديروا معهم استجواب بكلام بديع، يعني باي حق. واش هذه البلاد ولات فيها السيبه ويمر هذا الشيء عبر مؤسسات وقنوات مموله من المال العام؟ ما يمكنش السيد رئيس الحكومه، ولا رضيتوا بهذا الشيء حنا ما غاديش نرضوا به. هذا الموقع ما شفناش كيدير برامج حول الحكم الذاتي ولا الجهويه الموسعه، ما شفناش كيدعو خبراء لدراسه بؤر التوتر في المنطقه. واش ديال الصعوبات؟ فقط خروج لتاكيد التفاهه والتعرض للمنابر الجاده او الهجوم على من استقبل صحفيين رافضين للصيغه باش جا بها مشروع قانون الصحافه، لان هذا الرفض فيه تهديد للمصالح والريع ديالو. ما تغلطوش السيد رئيس الحكومه، ما دمت على راس هذه الحكومه فلديكم ايضا مسؤوليه تاريخيه، وعندك يخلعوك اقلامهم التافهه والتائهه. شوف راه نهار ينتقدوك الشعبيه ديالك كطلع، عرفتي علاش؟ حيت ما عندهمش مصداقيه، والمغاربه عارفينهم عايقين بهم. نهار يمدحوك وهذا هو المشكل، عرف بان تما عاد الاسهم ديالك كتنزل. وطبعا مازال عندي عوده للموضوع. اما واحد الفرق شيء اعلامي اخر فاشل في كل شيء، مسمي الواقع ديالو باسم المؤسسه التشريعيه ليوحي للناس انه ناطق باسمها. وهذا موضوع مازال خصنا نرجعوا ليه السيد الرئيس للمتابعه. وهذا السيد لا علاقه له بالمهنه ولا بالصحافه. اللهم الابتزاز وانتحال الصفات، هذو هما اكبر مظاهر الفساد المتعفن في المقاولات الاعلاميه. السيد رئيس الحكومه هذو فعلا خاصهم الكراطه لتنقيه وتطهير المجال من العفن ديالهم. ولا كيخلعوكم انتم السيد رئيس الحكومه، حنا راه قادين بهم وغادي نتصداو لهم ابناء الوطن، لان حنا فعلا ابناء الوطن الحقيقيين، ماشي ابناء الريع واصحاب الاساليب الاسكوباريه العفنه والمقالات الهجوميه التافهه التي تثير الشفقه على ما آلت اليه اوضاع الصحافه في بلادنا.